النهاردة كان عيد ميلادي طبعا. صحيت الساعة 9 كام؟ 10 إلا ربع، والامتحان كان 10 حضراتكم. رحت الامتحان متأخر، دخلت لقيت واقف علينا واحدة نصة التانية، خلتني راجع الحمد لله. المهم قبل بس ما احكيلكوا قصتها واللي حصل، قسما بالله انا رايحة المادة ما كنت مذاكرها، واقسم بالله ما كنت عارف كان اسمها ايه، حتى الورقة مش معايا. انا جبت الكتاب فاكتب لكم شوية اسئلة بس من اللي كانت جت عليا. كلنا بنألف الماجنتيك. انا دخلت حضراتكم ما لقيت اللجنة كلها قاعدة ابيض، فقلت طبعا انا مش هفضل قاعد زيهم كده حد ابيض. انا قلت لازم أألف حضراتكم زي ما كلنا بنألف. انا ما كنتش اعرف اسم المادة، طلع المادة اسمها إدارة عامة، ماشي، محدش بيذاكرها اصلا. جاب لي عارف المنظمة، انا مش عارف ايه المنظمة دي ولا حضرت فيها ولا محاضرة. ألفت زي ما اي حد بيألف، قلت المنظمة. هو انا مش هفتكر التأليف بس اتذكر حاجات منهم. المهم كتبت هي تكون شركة تكون منظمة لمشروع ما، والمشروع هو الذي يتكون من أسس، فيجب أن يكون هناك شركاء جادين على تكوين هذا المشروع. أنا عارف إن أنا اللي بكتبه ده غلط، بس ممكن الدكتور قلبه أصعب عليه ولا يصعب عليا يقوم يديني أي صح وخلاص، لأن كده الدفعة كلها شايلة. جبت سؤال تاني حضرتك: ما أبرز مبادئ التيار الديمقراطي؟ أبرز مبادئ التيار الديمقراطي لماكس ويبر. أنا معرفش مين ماكس ويبر ده، ولا أعرف الديمقراطية أصلا، ومش بعرف أنطقها أصلا. كتبت إن الواحد يبقى عنده ديمقراطية وحرية، يعبر في رأيه ويعمل كل اللي رأيه فيه ونفسه فيه والحاجات دي، وقعدت ألف بقى، ماشي. كان سؤال تاني تكلم عن إعداد الهيكل التنظيمي في المنظمة. أنا معرفش إيه هيكل التنظيمي في المنظمة ده، مش فاكرة عشان محاولش عليكم كتبت إيه، بس برضه كتبت. الدكتورة كله قاعد أبيض، أنا الوحيد اللي بألف، ففاكراني بحل. قالت لي أنت شكلك الشاطر اللي فيه، مجية بتحط إيديها على كتفي كده وبقها وبتكلمني كده، وأقسم بالله ريحة بقها حضراتكم كلها بصل، والله هرجع. قلت لها أيوه أنا قالت لي بتحل صح؟ قالت لي طب ممكن لما تخلص حبيبي تكتب لنا إجابة السؤال الرابع على ظهر الورقة ونلفها على اللجنة؟ يا بنت السيعة، ده أنا هبلغ عنك والمصحف لبلغ عنك. قلت لها حاضر، فاكراني. سقطت اللجنة كلها معايا، خليت اللجنة كلها تكتب كل اللي أنا كاتبه، فاكرني إن أنا الشاطر. واقفة بتكلمني حتى إيه ده حبيبي، وريحة بصل معفنة يا معفنة، ما بتغسليش سنانك. انت بتبوسي جوزك من فوق ازاي؟ أنا لو جوزك والمصحف كنت ضربتك ده أنا كنت جبت الفانوس ده ولبست بقك. فاغسلوا سنانكم واحلقوا شنبكم وبطلوا قرف، ويب بقى ايه ننجح كلنا كده بالتأليف المعرض اللي احنا بنعرضه في الامتحان ده. واشوفكم بقى في فيديو بقى، معلش طفي النور عشان صدعت، اقسم بالله من كتر النور اللي بيضرب في عيني.